بنزل فيديوز علشان كنت مشغولة بسبب بقى كنت بخلص السمستر بتاعي في ايطاليا وكده. بس حاليا دلوقتي احنا في الاجازة، فقررت بقى ان انا اسافر انا واختي كده دولة هنا في اوروبا نتفسح شوية، فحبيت اوريكم الدولة معانا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده تاني يوم لينا في السفريه هنا. بصراحه شمس حاميه. قلنا بقى نطلع تور كده، بتبقى فيه شركات بتعمل رحلات عموما ل5-6 اماكن، فاخدنا واحده منهم ان شاء الله، وبكره ان شاء الله برضه هناخد واحده تانية. المهم يعني النهارده هصور لكم اهم الاماكن اللي موجوده هنا، بحيث يعني لو حد عايز يجي وتعجبوا البلد وكده تقدروا تيجوا بسهوله. وكمان هقول لكم على الاسعار وكل حاجه، فاستنوا معايا لاخر الفيديو. هاي يا جماعه، حاليا احنا جينا هنا معبد اتبنى في القرن الاول الميلادي. حلو قوي. هو المفروض هو معبد يوناني، اول معبد يوناني اتبنى هنا، وبعد كده اتبنى تاني زيه في اليونان. فحابه افرجكم عليه بصراحه، هو حلو قوي. يعني حد حابب يجي هنا المنظر هيكون جميل، وهتعرف تاخد صور حلوه. كمان سعره مش غالي، يعني عامل التيكت عامله 1500، فحلو قوي بصراحه. طبعا انا بالنسبه لي هنا المشكله الوحيده ان هو الجو حر شويه، بس دي تفسير اللي احنا اصلا في شهر 7، فطبيعي يعني. بصراحه للامانه هو مش حر قوي، بس انا عشان بتحر بصراحه فبالنسبه لي الجو مش كويس. حاجه تانية كمان بصراحه عجبتني ان هنا الميه طعمها حلو جدا جدا جدا. الميه حرفيا كأنها مسكره، كأن فيها حاجه، وكلها بتبقى فري، بس هو بيبقى فيه زي عيون كده ميه بتملوا منها الازايز بتاعتكم، وبس الدنيا بتبقى كويسه يعني. انا في الرحله بتاعت النهارده دي احنا كده غطينا 3 اماكن. رحنا الصبح الكنيسه، وبعد كده رحنا في جاردن كده صورنا فيها، وبعد كده كمان رحت وصورت في مكان كده اللي هو فيه زي بقايا بركان حلو، بس ما يستاهلش يعني. لو حد جاي يا ريت ما تشوفوش المكان ده. والمكان دلوقتي الرابع، احنا موجودين هنا دلوقتي في المعبد، اسمه معبد جراني. بس ان شاء الله هتبقى اخر حاجه ان شاء الله رايحينها، هي بحيره كده، وكله قال لي عليها حلوه، فانا متحمسه قوي ان انا رايحه المكان ده.